خليني أسألك سؤال واحد بس. ليه مهما تذاكر تحس إنك مش بتفهم؟ ليه تقعد بالساعات قدام الكتاب وتقوم حاسس إن مخك طافي؟ وتبدأ الأسئلة تشتغل. أذاكر بالليل ولا أصحى الفجر؟ ناس تقولك الليل هدوء وتركيز، وناس تانية تحلف الفجر عبقرية وبركة. بس الحقيقة واحدة منهم ممكن تدمر مستقبلك الدراسي، والتانية ممكن تغير مستواك 180 درجة. واللي أغلب الناس مش فاهماه إن المشكلة مش في الوقت، المشكلة في مخك نفسه. وفي آخر الفيديو هقولك الحقيقة كاملة، وهتطلع بخطة واضحة تخليك تذاكر صح. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة. خلينا نكون صرحاء، المذاكرة مش سباق ساعات، المذاكرة حرب مع دماغك. أكبر كدبة اتزرعت فينا إن اللي يذاكر أكتر ينجح أكتر، والنتيجة طلبة منهكة، مخها تعبان، ومستواها أقل من مجهودها بكتير. وسؤال الليل ولا الفجر مش سؤال رفاهية، ده سؤال بيحدد تركيزك، ذاكرتك، سرعتك، وحتى حالتك النفسية. أولاً، مذاكرة الليل. خلينا نبدأ بالليل. مميزات مذاكرة الليل: هدوء، مفيش مقاطعات، موبايل أقل، إحساس إن العالم نايم وإنت سابقه، وعشان كده ناس كتير بتحبه. بس تعال بقى للحقيقة اللي محدش بيقولها. عيوب مذاكرة الليل: المخ بيكون مجهد طول اليوم، قرارات، توتر، سوشيال ميديا، ضغط، يعني انت بتذاكر وبطارية 30%. الذاكرة أضعف، الاستيعاب موجود لكن التخزين ضعيف. السهر بيضرب النوم، نوم متأخر، نوم متقطع، صحوة تعبانة. والكارثة إنك تفتكر إنك كنت مركز، لكن في الامتحان تلاقي الصفحة فاضية. متى يكون الليل اختيار ذكي؟ لو نومك منتظم، لو بتنام بدري بعد المذاكرة، لو بتراجع مش بتتعلم جديد، لو طبيعة جسمك ليلية فعلا مش بسبب الموبايل. غير كده الليل غالبا خسارة على المدى الطويل. ثانياً، مذاكرة الفجر. الفجر مش بس وقت، الفجر حالة عقلية. مميزات مذاكرة الفجر: المخ في أعلى كفاءة، نوم كامل، هرمونات متوازنة، تركيز حاد، الذاكرة أقوى، اللي بتذاكره بيتخزن أسرع وبيفضل أطول. إحساس السيطرة، أنت بدأت يومك بإنجاز، ده بيرفع ثقتك طول اليوم. الوقت أطول ما تحس، ساعة فجر بتساوي 3 ساعات ليل. بس خلينا نكون واقعيين، صعب في البداية، محتاج التزام، محتاج نوم بدري. بس اسمع الجملة دي كويس: الفجر صعب في الأول لكن بيكافئك طول العمر. أخطر حاجة تعملها تسهر لحد 3 وتقول هصحى فجر، ده اسمه تدمير ذاتي. لا انت استفدت من الليل ولا حتى قوة الفجر. وده السبب إن ناس كتير تقول جربت الفجر وما نفعش. لا، انت ما جربتش الفجر، انت جربت قلة نوم. العلم بيقول ايه؟ الدراسات بتقول المخ بعد النوم العميق أسرع، أذكى، أهدى. الذاكرة طويلة المدى بتشتغل أفضل في الصبح. الإبداع ممكن يزيد بالليل، لكن الفهم والتخزين للفجر. يعني حل مسائل، حفظ، فهم عميق الفجر. أفكار، كتابة، مراجعة خفيفة ممكن ليل. طيب أعمل إيه؟ خليني أديك نظام واقعي مش مثالي. 9 ل10:30 مساء، مراجعة خفيفة، ترتيب، قراءة سريعة، لا تحفظ جديد. 11 نوم، 5 ل7 فجرا، أهم مادة، أصعب جزء، حفظ وفهم. باقي اليوم تطبيق، حل، تثبيت. النظام ده مش مرهق، مش خرافي، لكن فعال. خليني أقول لك الحقيقة بوضوح: لا الليل عبقري ولا الفجر سحري. العبقرية فيه نومك، نظامك، احترامك لمخك. بس لو هتسألني إيه اللي أقرب إنه يخليك عبقري؟ الإجابة الصريحة الفجر، بشرط نومك يكون محترم. لو الفيديو ده فادك اعمل لايك واكتب في الكومنت ليل ولا فجر، وابعت الفيديو لحد بيذاكر غلط ومتعذب. وافتكر، مش لازم تذاكر أكتر، لازم تذاكر أذكى.